مكتسبات فيريرا مع الزمالك. يعني من القديم للي احنا شفناه الماتش النهارده، من ساعه ما جه انا شايف مثلا ان الزمالك فيه تحسن كبير قوي في المنظومه الدفاعيه، من اول ضغط الوينجات اللي هو ضغط شرس، اللي هو قلبنا قصير وكل حاجه، ومع ذلك احسن بكتير من ناس مفروض هم دفاع يقطعوا الكره في الضغط. بيضغط حلو قوي، مع حتى لو واحد طوله مرتين بيقطعها وكده. فمنظومه الدفاع بتاعت الزمالك بقت شكلها حلو قوي، بحارس المرمى بالدفاع الرباعي الدفاع. وقعت في الماتش بتاع وادي دجله عادي، من 6 ماتشات وقعت ماتش، ده شيء طبيعي يعني، او شيء اصلا انا احسن من اللي انا كنت متوقعه. في برضه بيعمل كذا حاجه شفناها واتكررت في كذا ماتش، حته اللي هو مثلا بيشعلق بالفايق في اول بدايه الهجمه خالص، بحيث ان هو يعرف يديله كره طوليه ومفيش حد مركز معاه من الفريق المنافس. اتكررت كذا مره لغايه دلوقتي ما استفدناش منها، ومع ذلك هو حاططها في دماغه وبيتدرب عليها ومصيرها هتظبط معاه. حته برضه ان احنا في اول الماتشات بيبقى لينا ضغط عالي قوي، وما شاء الله يعني الضغط بيبقى 100%، اللي قصادك لو فكر مرتين الكره بتتقطع منه. وشفنا منه جوان كتيره، اعتقد في مثلا في 4 ماتشات من الماتشات اللي احنا لعبناها كانت الضغط العالي دوت هو كان سبب في اللي احنا نجيب الاجوان. اللي احنا شفناه بقى في الماتشات اللي فاتت فكره ان احنا بنخطف جون في الاول وبعد كده نرجع ندافع، وخلاص احنا فهمنا ان هو ده طريقه لعب الراجل، ان الراجل خلاص احنا هنخطف في الاول، او لو الجون اتاخر برضه في اول الشوط الثاني كده ممكن نضغط نجيب جون ولا حاجه، ونقوم راجعين ندافع ونحاول نمشيها هجمات مرتده ونحاول نخطف الثاني. لكن الماتش بتاع النهارده لا، احنا شفنا حاجه جديده، ويا ريت الصراحه الماتش بتاع النهارده اللي احنا شفناه ده يبقى بدايه حاجه هو كان بيأسسها عشان يبتدي التحول دوت بالمنظر اللي احنا نشوف. فكره ان انت ما بقتش تكتفي مثلا بالضغط العالي في اول 10 دقائق وبعد كده تريح، لا، انت طول الماتش حتى في الشوط الثاني وفي اخر الشوط الثاني انت بتضغط عالي، ومش ضغط اللي هو يعني سداح مداح كده او مش متدرب عليه، لا، ضغط انت كل اللعيبه بتبص لبعضها وفاهمين كل واحد هيتحرك ازاي عشان الضغط يبقى فعال وتعرف تجيب كوره. والمصري فعلا كان بيبقى فيه صعوبه قوي في حته الخروج بالكوره، وفي الشوط الثاني اللي انت كسبان ومفروض في الطبيعي قبل كده كنت تبقى مستسلم، لا، انت بتضغط عالي وعاوز تاخد الكوره تاني. ده انا كنت مبسوط منه. الزمالك ما كانش كده في ال5 ماتشات اللي فاتت، كان بيبقى فيه استسلام، بالعكس بقى انت كمان بقى عندك حته اللي انت عاوز تمسك الكوره، انت كسبان 2 ومع ذلك انا همسك الكوره هدافع باللي انا استحوذ على الكوره، مش الدفاع اللي هو الاستسلام وربنا يستر ونرمي نفسنا قصاد الكوره وخلاص، لا، بقى عندك حته ان انت هتستحوذ وتعرف تباصي ومش عارف ولو الكوره اتقطعت منك ارتداد سريع عشان تعرف تجيب الكوره. فده منظر جديد لفريرا مع الزمالك، ان شاء الله ده يبقى حاجه يعتبر مكتسب يعني من المكتسبات اللي هو يبني عليها. اعتقد ديت هتبقى حاجه جميله قوي اللي انا اشوف الزمالك يستمر على كده، ما يبقاش ماتش وخلاص. طيب بعد بقى المكتسبات الكتير ديت انا شايف ان في تحسن، وماتش عن ماتش انا شايف لا، في تحسن انت عينيك شايفاه، فدي حاجه كويسه تخلينا نتفائل بنادي الزمالك. بس برضه عشان ابقى صريح، انا بالنسبه لي انا يعني انا متفائل بنادي الزمالك، بس مش على الزمن القريب. انا متفائل ان احنا بالفريق ده احنا بنكون فريق، يعني احنا باللي احنا شايفينه ده بالعناصر الجديده اللي احنا جايبينها بالفاعليه بتاعتها احنا في فريق بيتكون. بس النتيجه ان احنا نبقى مثلا الزمالك ده فريق مرعب اعتقد بعد سنتين، بس مش بقول كده ان احنا مثلا في الفتره ديت او السنتين اللي جايين احنا مش هناخد بطوله، لا عادي، انت الزمالك السنه اللي فاتت انت واخد كاس وانت كنت معدوم يعني كنت ميت، فهو لا، هتاخد عادي، ممكن تاخد افريقيا، ممكن تاخد كاس اللي هو يعني كونفدراليه، تصعد لافريقيا، الكلام ده كله حقك انك تطالب بيه، ما بقولش لا، لكن انك تبقى الزمالك فريق مرعب، تبقى نازل ضامن انك اي فريق هيخاف منك او انت مثلا هتكسب اي فريق قصادك، انا شايف ان الموضوع دوت احنا ماشيين على خطه ثابته، خطه كويسه مع المدرب الصراحه برضو حتى الان. لكن لسه في تدعيمات برضو احنا هنبقى محتاجينها بقى في المواسم اللي جايه، مع كل نهايه موسم كده تمشي الناس الوحشه اللي عندك اللي ملهاش فرص، تدعم بجوده اعلى. اعتقد ان الزمالك ماشي في طريق سليم، بس ان شاء الله يعني يبقى فيه الاستقرار اللي احنا طول عمرنا يعني ما بنعرفش نلعب بحاجه اسمها استقرار، فلو ده موجود الصراحه مشروع ماشي حلو، نتيجته بنسبه كبيره قوي يعني تتخطى اللي هو 60% 70% في نجاح.